انتوا بتسمعوا ذا ويكلي نور، معاكم ريسارات، والنهارده هنتكلم على ازاي انا ببني السايد بروجكتس بتاعتي. هنتكلم من اول بوينت خالص، وهي ازاي اصلا بطلع الافكار دي او بجنريت الايدياز دي لحد ما نوصل ان البروجكت ده ديبلويد او شغال عموما واقدر استفيد منه. لو عندكم اسئله خلال الحلقه او بعد الحلقه تقدروا تبعتوها لي على الفورم اللي في الديسكربشن بتاعت الابيسود. ولو عندكم اقتراحات للحلقات الجايه او اسئله في العموم ممكن تبعتوها لي على فيسبوك، تويتر او ديسكورد. بدل ما اطول عليكم اكتر من كده نبدا نخش في الموضوع، وهي اول حاجه ازاي بجنريت بروجكت ايدياز. ازاي بجنريت بروجكت ايدياز في العموم. محتاجين علشان نعمل كده محتاجين نحط كام قاعده كده في دماغنا واحنا بنحاول نفكر في افكار المشاريع بتاعتنا. اول حاجه وهي ان المشاريع اللي احنا بنعملها عادي جدا تكون فكره متكرره مليون مره قبل كده، عادي ممكن تكون مش معموله احسن من يعني الحاجات اللي الناس تانية عملتها. ومش شرط تكون مثلا اكتر فكرة عظيمة بالنسبة لنا. ممكن نكون عملنا projects complicated أكتر بكتير منها، عادي. ده مش معناه إن الفكرة بتاعتنا any less valid عن أي حاجة تانية. أنت دلوقتي جالك فكرة، الفكرة دي أنت حابب إن أنت تعملها، مالكش دعوة بأي حاجة تاني. الا لو انت بتفكر بقى في موضوع ان انت تحول الفكره دي لبزنس بعد كده، مثلا لو سوفت وير از سيرفيس او ايا كان. ساعتها ده موضوع تاني خالص، يعني ساعتها الكونسيدريشنز اللي بتخش في الموضوع بتبقى مختلفه تماما عن الكونسيدريشنز اللي بتخش في حاجه زي السايد بروجكتس. بس ده مش معناه ان السايد بروجكتس معموله كحاجات بتترمي كده وخلاص، لا، السايد بروجكتس بتبقى معموله علشان كذا سبب. انا عن نفسي مثلا السايد بروجكتس اللي بعملها بتكون حاجه بتفلفل نيد عندي. زي مثلا انا كنت محتاج اسمع اذاعه القران الكريم مثلا في ايام رمضان. مثلا كنت عايز اسمع انا وغيري في نفس الوقت، عايز اسمع على البي سي. كان ممكن ان انا اخش افتح البراوزر وابعت اللينك لاصحابي، بس اللي انا عملته ان انا عملت بوت لديسكورد بيستريم اذاعه القران، وبقينا بنقعد كلنا في الشانل ساعتها نسمع البرامج اللي بتشتغل ونتناقش في الحاجات اللي بتتقال. وكانت تجربه جميله جدا في ليالي رمضان. الحاجة التانية مثلا كان عندي حاجة مثلا في تو دو ابس كتيرة مثلا، بس ما فيهاش الفيتشر اللي انا عايزها تحديدا. فانا رحت مثلا جبت حاجة اوبن سورس شوية وعدلت عليها او عملت حاجة فروم سكراتش. دي كلها نيدز عندي، وانا عملت حاجة علشان تفلفل النيدز دي، مش اكتر ولا اقل. في ناس تانية مثلا بتعمل سايد بروجكتس عشان تتعلم. ده برضو دي مرحلة كلنا بنعدي عليها. انا متعلم تكنولوجي فانا عايز اطبق عليها علشان ما انساش اللي انا اتعلمته ده. اللي بيجي بعد كده مثلا عادي واحد عايز مثلا يستنفع. انا هعمل برودكت مثلا او سوفت وير. السوفت وير مش هيكون بزنس كامل ولا حاجه، هو بس هحط عليه اعلانات مثلا وهستغل الريفينيو بتاع الاعلانات اللي جاي لي. ده ساعتها برضو فاليد بوينت وفاليد جول ان انت تمشي وراه. بس بعيدا بقى عن الجولز وبعيدا عن البوينتس اللي ممكن نمشي وراها وهكذا، الافكار عموما نخلي معانا دايما نوت. النوت دي انا عن نفسي مثلا عندي على نوشن. انا بستعمل نوشن في كل حاجه، هبقى احاول اعمل فيديو بعد كده على الاورجنايزيشن بتاع نوشن عندي. أه بس في العموم انا عامل بيج في نوشن. البيج دي عباره عن تيبل فيها كل الافكار اللي بتجيلي. لو انا قاعد كده في امان الله لقيت قاعد بتفرج على التلفزيون مثلا او ماشي في الشارع او في اي حته وجه في بالي فكره، بخش اكتبها على نوشن بورد دي. الفكره مش لازم تكون ديتيلد خالص، ساعتها دي مجرد فكره. مجرد مثلا يعني مش بذره فكره، مثلا لو حاجه بدائيه خالص في الاول. بجيب منين الافكار؟ ومن ضمن الاسئله اللي جات لي على الحلقه دي كانت من عبد الرحمن احمد. ازاي بلاقي الافكار او منين بلاقي الافكار؟ بلاقي الافكار ان انا يعني بشوف حاجات انا محتاجها او حاجات غيري محتاجها. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لكم مثلا أنا كنت محتاج بوت او حاجه اشارك بيها مع اصحابي في اذاعه القران. ساعتها اللي انا عملته ان انا عملت بوت علشان يفلفل النيد دي. انا كان عندي نيد والبروجكت او الفكره كانت ان انا فلفل النيد دي. فالافكار بتيجي منين؟ فالافكار مين اللي بتيجي منين؟ بتيجي من آه ان انت عندك مشكله وانت عايز تحلها، او حد تعرفه عنده مشكله وعايز تحلها له. مش شرط بقى تكون مشكله من نوع معين، المهم ان هي طالما تقدر تحلها ببروجرام او بكود يبقى ساعتها دي ممكن تبقى فكره مشروع. كمان ممكن تقعد تعمل برين ستورمنج لنفسك كده، تقعد مثلا مع وايت بورد وتبص حواليك تشوف برامج عاجباك. يعني مثلا في ناس بتحب تعمل ويب سايت كلونز، يخش يكلون مثلا حاجه زي نتفليكس يعملها كومبليكيتد حتى لو فرونت اند بس. بس ساعتها بيبقى بروجكت يتعلم منه وهكذا. آه، فهي مفيش سقف للافكار دي تحديدا.
وغير كده انت كده كده عندك جوجل. ممكن لو انت مش قادر تجنريت افكار خالص والليست بتاعتك فاضيه، فانت ممكن تخش مثلا على جوجل تكتب مثلا جافا سكريبت بروجكت ايدياز او فلاتر بروجكت ايدياز، وهكذا على حسب انت شغال في ايه او بتتعلم ايه، على حسب انت حابب تعمل ايه. ده غير في مواقع بتلاقي عليها افكار، حاجه زي موقع فرونت اند منتور. فرونت اند منتور عليه ايدياز ممكن تشتغل عليها، ممكن بيبقى حاطط تمبلت كده، وانت وحاطط لك بريف الفكره ايه، وانت بتبدا تشوف بقى ازاي هتحل المشكله دي، او ازاي هتحل او هتعمل البروجكت ده. وفي من ضمن البلاتفورمز برضو اللي موجوده في اللي هو codementor.io، عاملين ليست بروجكتس لتكنولوجيز مختلفه كتيره جدا، من ضمنها الويب ومن ضمنها حاجات يعني حاجات فرونت اند، حاجات باك اند، حاجات موبايل، حاجات اوتوميشن. وبيبقى حاطط ديسكريبشن او ريكوايرمنت ليست، بحيث ان هو يشيل من عليك العبء ده اصلا. يعني انت ساعتها انت مش محتاج تفكر اصلا في فيتشرز، انت ساعتها هو مدي لك ليست فيتشرز وانت بتعملها، وبيقول لك الفرونت اند المفروض تبقى معموله ازاي مثلا، والباك اند تبقى معموله ازاي. طبعا الافكار دي بتبقى contributed من ناس تانية، ناس مثلا الاكسبيرينس بتاعتها كويسه، فهم شايفين ان دي فكره ممكن الناس تتدرب عليها وهكذا. انت ممكن تاخد الفكره دي وتبدا تعدل عليها، او تاخد مثلا لو في ريكوايرمنت انت حاسسها تقيله قوي، تسيبها للاخر خالص وتشتغل على الحاجات التانية. ممكن تزود ريكوايرمنتس او تزود فيتشرز من عندك على الفكره اللي هي بتاعت الكود منتور دي مثلا، وهكذا. ممكن تشوف بقى مثلا لو انت في كوميونتي وناس تانية بتتعلم معاك او ماشيه في نفس التراك اللي انت ماشي فيه وبيعملوا بروجكتس، ممكن تحاول ان انت تشتغل معاهم، ممكن تحاول ان انت تاخد مثلا انسبريشن من الافكار بتاعتهم وتعملها، ممكن تاخد الفكره نفسها وتعملها انت باسلوبك، وهكذا. بس فالافكار عموما اي حاجه تعجبك واي حاجه تخطر في بالك اكتبها، وبعد كده فكر فيها. ما تفكرش فيها الاول بعد كده تحدد بقى انت هتعملها فعلا ولا لا. بلاش كده، انت عندك الليسته بتاعتك، اقعد ارغي فيها املاها حرفيا افكار، وبعد كده اللي مش عاجبك منه ديليت، اللي انت شايف ان هو آه هتعمله بعدين سيبه لبعدين، اللي انت حابب تشتغل عليه على طول دلوقتي ابدأ ان انت بقى اعمل الخطوات اللي هنتكلم فيها. ففي كذا عموما بلاتفورم بيعملوا الحوار ده والبلاتفورمز دي الحقيقة بتبقى مفيدة جدا. لو انت مش قادر تجنريت ايدياز خالص خالص، وده مش عيب عموما، يعني خلينا بس نقول ان عادي في ناس كتيرة جدا 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 ما بتعرفش ان هي او لسه في البدايات ما بتكونش مجمعة افكار لكذا سبب. انا ممكن اكون مش مجمع افكار لان انا مش عارف انا قادر اعمل ايه بالظبط، فانا حاكم مخي، ودي غلطة بيعملها ناس كتيرة وبشوفها كتير، ان هو بيبقى محجم الافكار بتاعته حسب خبرته. نعمل كده خالص، ابعدوا عن موضوع ان احنا ايه ده انا اخري كذا فانا هفكر افكار اخرها كذا، لا بلاش نعمل كده. اطلق العنان حرفيا لدماغك ولمخك وجنريت ايديز على قد ما تقدر وباي سكيل باي حجم، مالكش دعوه بالحاجات دي خالص. ولما تيجي تبدا في سايد بروجكت او لما تيجي تمبلمنت سايد بروجكتس، ما تفكرش الا في ان انت تمبلمنت الفكره. لو الفكره فعلا complicated قوي ما ينفعش تتعمل بالليفل اكسبيرينس اللي معاك، ساعتها تبدأ تفكر ان انت تقلل الفكرة. لو انت حابب فعلا تعمل الفكرة دي، بدل ما هي مثلا لو انت عايز تعمل سوشيال نتورك كاملة، لا خليها مثلا تشات ابلكيشن. بدل ما هي مثلا تويتر كلون كامل، خليها الفرونت اند بتاعت تويتر بس، او بيج واحدة من الكلون بتاع تويتر بس، وهكذا. حاول ان انت تبسط الفكرة، لان انت في الاول والاخر انت بتتعلم الافكار. بلاش ان انت تحجم، بلاش ان انت تقول لدماغك الفكره دي وحشه مش او مش هقدر اعملها فبلاش نمشي فيها. ابعد عن الحوار ده خالص، لان انت كده حرفيا مش هتجنريت حاجه، حرفيا مش هتطلع باي افكار. وكل الافكار اللي انت هتطلعها هتبقى فاكر ان هي بسيطه قوي ونوت وورث ان انت تشتغل عليها ووحشه وبلا بلا بلا، وهتلاقي نفسك كاره ان انت تقعد تجنريت اصلا ايدياز، او كاره ان انت تقعد تفكر في ايدياز. فعموما انت عندك مجموعه افكار، الافكار دي لو انت قادر تكنيكال تعملها اتفضل، لو مش قادر ابدأ ان انت لو حابب تعملها فعلا ابدأ ان انت بسطها شوية. 100% هتوصل لحاجة في مستوى بسيط تقدر ان انت تنفذه فعلا، طول ما انت ماشي بمبدأ ان المهم بالنسبة لك مثلا. يعني زي ما قلت لكم ان فكرة ان البروجكت دي معمولة مليون مرة قبل كده، طب ما اكيد معمولة مليون مرة قبل كده. فاحنا بلاش نمشي بمنطق البرفكشنزم، اللي هو انا عايز اعمل فكرة تكون جديدة ويونيك وما اتعملش زيها قبل كده وتبقى معمولة على احسن وجه.
وجه. لا، بلاش نفكر في كده خالص. انت اي فكره تجيلك اكتبها، سواء بقى على نوشن، سواء على جوجل نوتس، سواء على نوت صغيره عندك على الموبايل، سواء في ورق. المهم ان انت تسجل الفكر اللي بتجيلك دي. ان انت لما تيجي تقعد تفكر، عدد الافكار اللي هتجيلك، هيبقى اقل بكتير من ان انت طول ما انت ماشي في الشارع مثلا، وكل ما يجي في بالك فكره، او طول ما انت قاعد بتكلم صحابك وجه في بالك فكره تكتبها، هيبقى عدد اللي هيطلع لك في البرين ستورمنج سيشن ده اقل بكتير من التاني. لان انت ساعتها انت قاعد في مكان واحد، ما بتحتكش بحاجات كتيره، وهكذا. وبعد كده انت بتيجي بقى اللي هو مثلا زي ما قلت برضو في بروجكتس، مثلا البروجكت ده عاجبك، وانت حابب تعمل حاجه زيه، فساعتها برضو دي فكره فالid جدا. أه بس فانا بعمل ايه علشان اطلع افكار؟ كل اللي انا بعمله ان انا مشكله، ايه الحل بتاعها؟ مثلا بفكر في حل ليها مبدئيا كده. طيب انا عندي المشكله بتاعت البوت القران ده مثلا، فانا او يعني ان انا عايز اسمع الاذاعه مع اصحابي، فانا هريسيرش شويه، احاول اجيب اونلاين ريسورس واستريم الريسورس ده عن طريق ديسكورد بوت. قمت داخل كاتب مثلا قران كريم ديسكورد بوت في التيبل بتاعت الافكار دي. بس جيت بعدها بفتره بقى لما كنت عندي وقت ان انا اشتغل على سايد بروجكتس فعلا، فتحت التيبل دي، بصيت فيها، لقيت ان انا عندي فكره مثلا اللي هي قران كريم بوت دي، قمت عاملها، بدات اشتغل عليها. بس دي انا ازاي بجنريت بروجكت ايدياز. حاجه مش واو خالص، هي حرفيا عباره عن ورقه وقلم واكتبوا ورايا يا ست الكل. طيب بعد كده البلاننج والريكويرمنتس. انا دلوقتي عندي الفكره خلاص. الفكره دي طبعا مجرد فكره، انا عايز بقى افكر في الفيتشرز، عايز افكر في الكواليتي اوف لايف بتاعها، عايز افكر في الاكسسبيليتي اللي هتتعمل فيها، عايز افكر في الديزاين، الخ الخ. فبيحصل مراحل بعد كده كتير. اول مرحله طبعا بعد ان انت تجنريت الفكره هي البلاننج والريكويرمنتس. ان انت اول حاجه بالنسبه لي على الاقل، ان انا بحاول اوضح الفكره لنفسي على قد ما اقدر. بحاول اشوف مثلا انا عايز افتح البرنامج ده من الهوم بيج لحد الفيتشرز او النيدز اللي عندي من البروجرام ده، لحد ما اوصل لها يعني من الاخر. لو هقعد افكر بقى انا مثلا دلوقتي، آه، ده البوت مثلا بتاع القرآن، انا عايز اول ما اعمل له كونكت ما يعملش ديسكونكت، يفضل كونكتد 24 ساعه بيستريم الاذاعه، لو حصل ايرور في الاذاعه مثلا يريستارت او هكذا. جنرال، حاجه جينيريك قوي. بعد كده ببدا افكر بقى او ليست الفيتشرز الكور بتاعتي. الكور فيتشرز اللي هي الحاجات الاساسيه اللي بالنسبه لي ما ينفعش من غيرها الفكره دي اقول ان هي اتعملت فعلا. فانا ما ينفعش اجي اقول مثلا انا هضيف يوزر تراكنج من غير ما اخلي البوت اصلا بيستريم الاوديو بتاع الاذاعه. ده ساعتها ما ينفعش. فانا الكور عندي ان انا اخلي البوت بيستريم الاذاعه، والكور عندي ان البوت بيريسبوند لليوزر كوماندز. اللي بعد كده بقى دي حاجه تانية. طيب انا عندي الكور فيتشرز، قعدت افكر انا عايز البرنامج بتاعي يبقى فيه فيتشر كذا وفيتشر كذا وفيتشر كذا. طيب هجيب الفيتشرز دي منين؟ لو انا الفكره اللي انا بعملها دي مثلا فكره معموله قبل كده وانا بعملها علشان اتعلم او هكذا، انا ممكن ساعتها اخش اقلب في برامج تانية واحاول اخد منها فيتشرز، بحيث ان انا اتعلم هي معموله ازاي. مثلا واحد من المنتيز بتوعي دلوقتي كان شغال على color palette generator. الcolor palette generator ده هو كان في الاساس خالص هو مفكر ان هو هيعمله بس عباره عن مجموعه كاردز كده، كل كارد عباره عن لون وانت بتدوس زرار يراندوم جنريت. بعد كده فتح اللي هو كولرز، وفتح حاجات باليت جنريتورز تانية، لقى ان هم عاملين فيتشر اسمها اللوك، ولقى ان هم عاملين فيتشر ان انت تزود الوان او تديليت الوان، وهكذا. طلع باربعه فيتشرز اهم، مجرد ان هو فتح موقع واحد تاني او برنامج واحد تاني عامل نفس الفكره، طلع منها اربع فيتشرز. هو طلع اكتر من اربع فيتشرز الحقيقه، بس هو يعني عموما الجنرال حاليا اللي احنا وصلنا لحد دلوقتي مثلا اربع فيتشرز، وبدا ان هو يشتغل عليهم بعد كده. فانت عندك في الكور فيتشرز بتاعتك مثلا، في حاجه زي الباليت جنريتور ده، ان انت لو عندك مجموعه الوان تدوس جنريت هيجنريت الالوان كلها. فانت دي الكور فيتشر بتاعتك، ان انت عندك مثلا زرار وعندك ليست اوف كولرز وانت بتجنريت الكولرز كلها كل ما تدوس. بعد كده السبلمنتري فيتشرز. سبلمنتري فيتشرز بقى اللي هي الحاجات اللي مش كور، اللي هو ممكن الموقع يكون موجود من غيرها بس بتبقى زياده. زي مثلا حاجه زي كولرز دي، ممكن الباليت جنريتور عادي اجنريت خمس الوان بس وخلاص، ليه اضيف له فيتشر اللي هي البلس وهكذا. ممكن الحاجات دي تفكروا فيها اللي هي الحاجات الكواليتي اوف لايف فيتشرز،
ان انا عندي مثلا دلوقتي اليوزر عايز يجنريت 6 الوان، انا ليه ارغمه ان هو يعمل 5 بس، وبعد كده يكوبي ال5 دول، بعد كده يجنريت باليت تانية علشان يطلع له اللون السادس مثلا. فلا، انا اضيف له فيتشر ان هو يضيف لون، واضيف له فيتشر ان هو يريموف لون، واضيف له فيتشر ان هو لو قفل التاب وفتحها تاني يلاقي الالوان اللي هو كان عاملها جنريت، واضيف له فيتشر اللوك لو هو عايز يلوك لون ما يتغيرش، وهكذا. فانا دي عندي مثلا دلوقتي اللي هي الكواليتي اوف لايف، حاجات بتحسن اليوزر اكسبيرينس على البروجكت بتاعي. ده على افتراض ان البروجكت اصلا حاجه بابليك. يعني كل الحاجات دي اللي هي على افتراض ان انا اليوزرز دي او البروجرام بتاعي هيستعمله ناس تانية. لو انا اللي هستعمله، فانا ساعتها اوبتمايز الكواليتي اوف لايف بالنسبه لي انا. لو انا اليوز كيس بتاعتي ان انا عايز مثلا 5 الوان مش عايز غيرهم، وعايز مثلا مش محتاج ان انا ميمورايز خالص، مش محتاج ان انا لو قفلت التاب ورجعت الاقي الالوان، مش محتاج دي خالص، فانا مش هوجع دماغي بيها. انت ممكن تكون بتعمل بروجكت خاص بيك، محدش هيستعمله غيرك او لغرض التعلم، فانت ساعتها هتحاول تزود فيتشرز على قد ما تقدر علشان تحط دايفرستي في الحاجه اللي انت بتعملها دي، بحيث ان انت تتعلم اكبر قدر ممكن. الحاجه اللي بعد كده ان انت تحدد التارجت اودينس بتاعك. التارجت اودينس بمعنى مين اللي هيستعمل البروجرام ده او الموقع ده او الابلكيشن ده. انا بالنسبه لي لو الفكره هي مثلا حاجه زي البوت مثلا، البوت ده هيستعمله الناس اللي في السيرفر اللي انا فيه كلهم، وممكن الناس اللي في السيرفرات التانية. فانا بحاول اوبتمايز الفيتشرز والديزاين والحاجات دي كلها على اساس كده. ممكن حاجه تانية، السكريبتس اللي انا بعملها من وقت للتاني، السكريبتس دي ما حدش هيستعملها الا انا، وبالتالي مش منطقي ان انا اقعد افكر بقى طب افرض في يوزر حب ان هو يعمل كذا، طب افرض في يوزر حب انه يعمل كذا. انت كده كده اصلا مش بتارجت حد تاني، انت بتارجت نفسك، فليه توجع دماغك؟ طبعا ده بعيدا عن غرض التعلم. التعلم بيبقى ليه شروطه الخاصه، بس في العموم اللي هو انا دلوقتي مين هيستعمل الفكره اللي انا هعملها دي، وعلى اساسه بتحدد حاجات مبنيه على كده، زي الفيتشرز والكواليتي اوف لايف فيتشرز وهكذا. طيب كان في سؤال تاني، عبد الرحمن احمد بعتهولي، بيقول لي انت لما بتيجي تعمل فكره بتعمل حاجه بسيطه زي بروف اوف كونسبت مثلا او ام في بي بس، ولا بتعمل حاجه متكامله؟ والحقيقه دي ما ملهاش قاعده. يعني هو كان بيسأل السؤال بصيغه مش عارف هل هي بصيغه شخصيه عني انا ولا في العموم المفروض يعمل ايه. بس انا عن نفسي على حسب. يعني لو كبزنس مثلا او حاجه ان انا هنتفع منها، فساعتها اكيد هعملها متكامله. لو الفكره انا حابب ان انا اخد اكبر نفع منها حتى لو مش نفع مالي مثلا، زي البط اللي انا عامله في السيرفر عندي، آه، انا عايز اضيف الفيتشرز بشكل سهل، عايز ازود فيتشرز فيما بعد من غير ما اقرف نفسي وهكذا. فانا مش هعمل بروف اوف كونسبت وخلاص، لا معنى كده هاجي اضيف بعدين هقرف نفسي. هيبقى السايد بروجكت ده لو انا راجع له بعدين في وقت تاني، المينتنس بتاعته او المينتنس كوست بتاعته عالي قوي، فانا هزهق منه وهرميه. فساعتها بتبقى حاجه مثلا ما بين البروف اوف كونسبت وما بين الفول برودكت مثلا، حاجه على حسب تقديري الشخصي. مثلا المانتي اللي انا اتكلمت عليه، الكالر باليت، بيعمل هو لسه بيتعلم، فبالتالي آه، بيحاول يشوف ايه انسب طريقه يعمل بيها الحاجه وهكذا. فبيحاول يعمل الحاجه مش بروف اوف كونسبت، بيحاول يعملها او مش ام في بي، بيحاول يعملها متكامله على قدر الامكان علشان يبقى الاستفاده منها اكبر قدر ممكن. فهي على حسب الجادجمنت بتاعتك. لو انت شايف ان هي فكره ما تستاهلش ان هي تبقى مثلا متكامله قوي 100%، او ان هي محتاجه بس تكون proof of concept وهكذا. انا مثلا السكريبتس برضو اللي انا بعملها، الحاجات الصغيره اللي انا بعملها على الجنب دي لنفسي، انا مش مضطر ان انا اخليها متكامله، لان انا كده كده عارف ان التارجت اودينس بتاعي هو انا بس. فانا ساعتها لو البروف اوف كونسبت او الام في بي بي يعني بيعملوا لي اللي انا عايزه ده، بيفلفل النيد اللي عندي دي، خلاص انا هقف عندي كده. طيب اللي بعد كده بيبقى البيربس طبعا. هو انا ماشي بالعكس تقريبا، البوينتس انا تقريبا عكستها، بس البيربس او الهدف من ان انت تبني المشروع ده، الهدف مثلا انا الهدف ان انا افلفل نيد عندي، او اسولف بروبلم عند حد تاني، او اتعلم حاجه بتشتغل ازاي مثلا. ف مش يعني القرار ده بينطبق على اساسه او بيترتب على اساسه القرارات التانية.
يعني احدد البيربس بتاعي، انا بتعلم بعملها بغرض التعلم ولا بغرض ان انا اطبق بس على حاجه بسيطه، ولا بغرض ان انا اعمل برودكت يحل المشكله اللي عندي دي فعلا، وهكذا. وبعد كده تارجت اودينس، مين هيستعمله، مين هيستعمل الحاجه دي. وبعد كده ابدا اشوف الفيتشرز اللي هتتعمل. طيب وبعد كده، بعد كده مثلا الخطوه اللي بعد كده بخش جنز والاركتكتشر. طبعا كل اللي فات ده انا بعمله مثلا نص ساعه لساعتين مثلا، بكون مخلص فيه الليله دي. طبعا في زيادات بتضاف عليها بعد كده، في حاجات بتتشال بعد كده وهكذا. بس ده بطبيعه الحال، يعني انا عن نفسي السايد بروجكتس بمشي فيها ازاي. اللي هيجي بعد كده هو التكنولوجي ديسيجنز والاركتكتشر. انا مثلا دلوقتي لو عايز اعمل كسايد بروجكت، كان عندنا فكره انا واصحابي برضو نعمل نتورك مونيتورنج تول، اشوف اليوسج بتاعي في اليوم، في الشهر، في السنه، بفلترز انا عاملها وهكذا. فلما جيت ابص، النود جي اس مش هينفع قوي لحاجه زي كده، الا لو انا عملت مثلا حاجه مثلا زي الكترون. استعملت حاجه زي الكترون بحيث ان يبقى فيه يو اي، ويبقى الباك اند بتاعت النود جي اس معمول معاها سي بلس بلس ادن، هي اللي فعليا بتتراك من السيستم وبتبعت للنود جي اس بروسيس، والنود جي اس بينكود مثلا از جيسون في الاستورج بتاعته وهكذا. فببدا اشوف ايه انسب حاجه للمواضيع دي. نود جي اس لوحده، لو انا مش هعمل اي حاجه تاني، مش هعمل سي بلس بلس ادن معاها مثلا او كده، او حاجه نيتف ادن عموما، ساعتها هيبقى صعب شويه ومش هيبقى فيه يو اي. لو انا فكرت اعملها بويب تكنولوجيز بس، اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت بس مثلا، ساعتها برضو مش هينفع، لان ساعتها همونيتور النتورك ازاي. فببدا اشوف الحاجات الفيتشرز اللي انا حاططها دي، ايه التكنولوجي ستاك اللي يتناسب معاها. في الحاله دي مثلا صديقي مشي في الفكره دي، ان هو عملها بجو، عمل على الاقل الباك اند بتاعتها بجو، ان هو بيمونيتور بجو بروسيس، وبيسيف الحاجه دي مثلا في لوكال داتابيس، او في سيكولايت داتابيس، او في لوكال ستورج عموما بجيسون فايلز وهكذا. آه، اللي بعد كده ممكن ان هو يفكر بقى يعمل حاجه بالكترون انتراكت مع النيتف بروسيس ده، او ديسكتوب اب بحاجه جي يو اي فريم ورك تاني زي كيو تي مثلا او ايا كان. او حاجه بجو يو اي يعني عموما. فهي عموما آه، مش دايما ثابته، مش كل البروجكتس هخش فيها هقول يلا بينا مثلا هعملها بالتكنولوجيا اللي انا عارفها وخلاص. عادي سايد بروجكت ممكن اعمله بتكنولوجي انا مش فاميليار بيها قوي، او مش فاميليار بيها خالص. ممكن تبقى فرصه كويسه ان انا اتعلم التكنولوجي دي واطبق بيها الفكره دي وهكذا. ولكن الاهم ان التكنولوجي ديسيجن اللي انا باخده ده بيبقى معمول بحاجه اوبجكتيف، مش علشان مش علشان انا فرونت اند فانا اروح اعمله مثلا بفريم ورك يو اي وخلاص. طب ما انا هاجي بعد ما سيت اب الليله دي كلها واخلص البلاننج واجي اكتب كود، انا نفسي مش عارف اشغلها برضه، لان ما فيش حاجه هتسمح لي امونيتور النتورك يوسج كويب اب. فانا ساعتها محتاج افكر عموما في الكور فيتشرز بتاعتي هتشتغل ازاي، وايه الستاك مثلا، او ايه التكنولوجيز اللي ممكن اتشيف بيها حاجه زي كده. ومع ذلك بيجي بقى الاركتكتشر وهكذا. ان انا مثلا لو السيرفيس دي، لو انا بعمل حاجه آه، محتاجه باك اند مثلا، فانا هفكر ان انا عندي فرونت اند وباك اند. الباك اند هحتاج يبقى فيها، او هحتاج ان هي تسبورت كذا وكذا وكذا. فايه مثلا الداتابيس سيستم اللي بيسبورت كذا وكذا وكذا، وايه لغه الباك اند اللي بتسبورت كذا وكذا وكذا. في اغلب الحالات اي لغه هتشتغل، بس مش دايما. فاحنا نخلي ان احنا واحنا بنفكر في المرحله دي، نخلي التفكير بتاعنا اوبجكتيف، ما حددوش على اساس ان انا عارف كذا فانا هعمل على طول. وطبعا البيربس بتاعنا بيفرق في الحاله دي، الهدف اللي انا بعمل منه البروجكت. لو هدف التعلم، فانا مش هروح احط على نفسي ريستريكشن تاني، ان انا مثلا بتعلم رياكت دلوقتي مثلا، فانا عايز اطبق على رياكت، فما اروحش اعمل فكره محتاجه ان انا اتعلم راست مثلا. طب ليه اعمل في نفسي في كده؟ يعني ليه اعمل في نفسي كده؟ خلينا عادي هسيب الفكره دي حاليا شويه، اتعلم الاول اطبق على الرياكت اللي انا عايز اطبق عليه ده، واكيد هلاقي فكره تانية. طيب بعد كده بخش بقى في الديزاين. الديزاين طبعا لو هي كوماند او يعني سكريبت او كده، لها يو اي. ولكن بيبقى في برضه انترفيس بتحصل لو انا هكتب حاجه في التيرمينال وهكذا، بيبقى ليها مش جرافيكال يوزر انترفيس بس، بيبقى عموما ليها يوزر انترفيس، طريقه هتعامل مع الحاجه دي. فعلى حسب، انا مثلا كفرونت اند ديفلوبر، واغلب الافكار اللي بتجيلي بتبقى مثلا ويب ابس او هكذا،
او بحاول اطبقها بشكل ويب ابس. ساعتها اول ستيب بالنسبه لي في الديزاين ان انا بخش اشوف ديزاين انسبيريشن. بخش على مواقع زي انسبلاش، بخش على دريبل، بخش على اووردز، بخش على مواقع تانية كتير، بخش على جوجل ايمجز. بقعد اقلب عموما اشوف بقى الفكره اللي انا عاملها دي الناس التانية عامله لها ديزاين ازاي، وباخد انطباع عام من الحاجه دي ممكن تتعمل ازاي بشكل كويس، الديزاين ممكن يكون يعني فريندلي لليوزر ازاي، وهكذا. وبعد كده بسكتش ورقه وقلم وسكتش ورايا ست الكل ويلا بينا. هقعد بقى سكتش على ورق كده الشكل العام او على حاجه زي اكس كاري درو، اي عموما وايت بورد، واحاول اشوف الحاجه اللي تتناسب مع الفيتشرز اللي انا عايزها. بعد كده ببدا ان انا احسن السكتش ده خطوه بخطوه، وبعد كده اخش على مرحله البروتوتايب، ان انا بخش على فيجما، وابدا ان انا اعمل البيجز بتاعتي والسكرينز بتاعتي واللينكس ما بينهم، بحيث ان انا يبقى عندي فولي انتراكتيف بروتوتايب. طبعا في الديزاين ستيب دي انا باخد كل الاكسسبيليتي ديسيجنز، لو هو بروجكت فرونت اند مثلا او حاجه فيها فرونت اند، فانا باخد كل الاكسسبيليتي ديسيجنز اللي انا محتاجها. لو انا الزراير بتاعتي مثلا المفروض ان هي تبقى زراير، بعمل الديزاين بتاعها زراير. لو هي المفروض تبقى لينكس، بعمل الديزاين بتاعها لينكس مثلا، وهكذا. ما بخليش بقى الدنيا عك في عك، وبعد كده اجي امبلمنت الكود واخلص الاقي ان انا عندي اكسسبيليتي ايشوز قد كده. ده بسبب عموما ان انا اكسسبيليتي فاناتيك. انا مش في العادي الناس ما بتعملش كده، بس انا يعني الحلقه دي انا بتكلم عن ازاي انا بعمل السايد بروجكتس بتاعتي. فانا بهتم بالاكسسبيليتي والبرفورمانس، الحاجتين دول لو مش موجودين في البروجكت اللي انا شغال عليه ببقى متضايق. فانا بقعد افكر بقى انا ازاي هظبط الديزاين ان هو يبقى اكسسبل ازاي على قد ما اقدر طبعا. ازاي هخلي البرفورمانس بتاعه كويس. يعني بحط considerations كده في دوكيمنت على جنب، بحيث ان انا لما اجي امبلمنت اللوجيك فعلا ما اقعدش اتوه حوالين نفسي. بعد كده بحاول ان انا جنريت ديزاين سيستم من البروتوتايب اللي انا عاملها دي. انا كده كده وانا شغال ببقى عاملها على اسلوب الديزاين سيستمز. واللي ما يعرفش عموما الديزاين سيستمز في حاله الديزاين فقط بتبقى، او الديزاين تو ديفلوبمنت هاند اوف، بتبقى ان انا بقسم الفيجما دوكيمنت بتاعتي او البروتوتايب بتاعي الى مجموعه كومبوننتس وتوكنز وفاريانس. الكومبوننتس اللي هي انا عندي بutton مثلا، البutton ده موجود في كل الصفحات، والفاريانس ان انا عندي البutton اللي موجود في كل الصفحات ده مره ظاهر باللون الابيض، ومره ظاهر باللون الازرق، ومره ظاهر باللون الاحمر، اللي هي بقى الاشكال المختلفه للكومبوننت. وبعد كده التوكنز دي بقى اللي هي السبيسنج فاليوز، بتبقى على سكيل. لو انا مثلا في سكيلز كتيره هبقى احط لينك في الديسكربشن يعني. بس عموما السبيسنج انت بيبقى عندك في الفونت سايزز ممكن 16 18 20 22 24 وهكذا، بتنكرمنت باتنين. في حاجات تانية بتنكرمنت باربعة او ستة او تمانية. في حاجات تانية بتنكرمنت اكسبوننشال، ممكن اتنين في اربعة في ستة في تمانية وهكذا. ففي العموم انت بتحدد بقى، يعني بكون محدد سكيل همشي عليه، وعلى اساسه بحط السبيسنج بتاعتي والفونت سايزز والبادنجز والمارجنز وهكذا. ومعاها طبعا الالوان. التوكنز في الاساس هي عندنا بقى الحاجات البسيطه جواها خالص اللي هي الالوان اللي موجوده. وبعد كده الالوان دي بتاخد اسامي ك CSS variables مثلا، والاسامي دي بتتحول فيما بعد بتتكمبوز جوه reusable variables، او variables عموما باسامي حسب اللون ده مستعمل فين، وعلى حسب بقى. فده عموما مثلا لو هي اصلا فيها يو اي. لو ما فيهاش يو اي او ما فيهاش جي يو اي عموما، وفيها في مثلا لو هي تيرمينال، حاجه تيرمينال، فساعتها بشوف برضو بحاول اوتومايز ان انا اخلي الحاجه دي اكسسبل بشكل كبير، بدل ما اعرف حد هو بيستعملها ويضطر ان هو كل شويه يقرا الدوكيومنتيشن علشان يستعملها. لا، انا هخليها مثلا انتراكتيف، والناس اللي هي حافظاها بقى خلاص وبتحب تكتب بسرعه هسمح لها ان هي تدخل كوماند لاين ارجيومنتس وهكذا. بتبقى في بقى ديسيجن ساعتها ان انا ازاي هاوبتمايز الحاجه دي لليوزر اكسبيرينس على قد ما اقدر. حتى خصوصا بقى لو الحاجه دي ليا انا نفسي، لان انا مش هعرف نفسي بالسكريبت اللي انا عاملها، وانا عندي سكريبتس كتيره فانا اكيد هنسى. فانا عايز حاجه بقى ايه تكون انتراكتيف، او تكون بتطلع لي هيلب مسج على الاقل تقول لي استعملها ازاي. بعد كده بقى، بعد الليله دي كلها، الليله دي اون افريج ممكن تاخد مني يوم بالكتير، او نص يوم. بنخش بقى بعد كده في جزئيه اليوزر ستوريز، ان انا كان عندي مجموعه فيتشرز، بقى عندي دلوقتي ديزاين بيجز وهكذا، فببدا على اساس ان انا اجنريت اليوزر ستوريز بتاعتي. لو انا
عندي مثلا ريجستريشن، عندي لوجن، بعد اللوجن دي بتنقل البيج كذا، من البيج كذا بيبقى عندي الاكشنز 1 2 3 4 الى اخره. طبعا الجنريشن بتاع اليوزر ستوريز ده يعني مش هقول لكم ان انا بارع فيه، انا زي الزفت فيه. واغلب الوقت لما بطلع يوزر ستوريز بتبقى مش اكيوريت قوي حسب او مش ماشيه قوي مع الديزاين وهكذا. ده غير ان انا بيرفكشنست شويه، فانا كل شويه بخش اعدل حاجه في الديزاين، فبالتالي اليوزر ستوريز بتبقى اوبسوليت وهكذا، بتبقى ليله يعني. بس ده عموما يعني اللي هو انا ازاي خدت فكره من مجرد ان انا اصلا ماشي في الشارع جات لي فكره، لحد ان انا بدات اكتب الكود. ولما ببدا اكتب الكود بقى ساعتها دي الليله اللي بعد كده دي بتبقى حاجه تانية خالص. يعني بتبقى فيها بقى حاجات اللي هي الكود ستايل ديسيجنز، وفيها الاوبتمايزيشن بتاعها، وفيها لو هي مثلا حاجه يو اي فانا هعملها موبايل فيرست الاول، وهكذا. بيبقى في ليله تانية عموما. بس علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ممكن لو حد حابب توضيح بقى للجزئيه دي اكتر ممكن نبقى نعمل حلقه تانية. بس الحلقه دي اوريدي ب 30 دقيقه، فيعني تعالوا نجاوب بقى على باقي الاسئله. في كان في سؤال من يوسف الفيل: هل في قابليه عند الناس للفكره اللي انت بتعملها دي؟ او اللي هو ازاي تشوف هل في قابليه. ودي بتيجي في الخطوه بتاعت ان انا بحدد الاودينس بتاعي. لو انا الاودينس بتاعي انا نفسي بس، فساعتها خلاص القابليه انا مش محتاج اشوف الناس عندها قابليه اصلا تستعملها ولا لا. لو انا عندي بعد كده لو انا عندي بعد كده عايز حاجه التارجت اودينس بتاعها مثلا الطلبه اللي زيي بس، فساعتها هسال الطلبه اللي هنزل بوست على جروب الدفعه، هبعت لاصحابي اسالهم تحب الحاجه دي تبقى موجوده ولا لا، او ممكن تستفيد منها فعلا ولا لا، وهكذا. وكنت بعمل كده واصحابي فاكرين ان انا كنت بعمل كده فعلا ويعني كانت بتفيدني في ان انا السايد بروجكتس اللي انا بعملها تاند اب ان الناس فعلا بتستعملها. الخطوات الغير محسوبه 100% هيبقى في خطوات غير محسوبه، و بلاش نتعامل معاها على انها حاجه وحشه او حاجه يعني حاجه لا ايه ده ما ينفعش تحصل وهكذا. عادي، الخطوات الغير محسوبه دايما بتحصل. خصوصا ان احنا بنتكلم على كونتكست السايد بروجكتس اللي انا بعمله ده اصلا ده كله اوفرول بالنسبه للسايد بروجكتس ده اوفر كيل اصلا. يعني اغلب الناس لما بيجي له فكره هو بيخش يفكر بس ازاي هيمبلمنت الفكره دي وخلاص وبيقوم داخل. بس انا مشيت معاكم في الطريق الطويل، اللي هو انا مثلا ورست كيس سيناريو الحاجه دي ليها يو اي وليها مثلا لوجيك كبير وهكذا، اللي هو فكره كبيره مش مجرد فكره عابره. اغلب الافكار بتبقى طيب انا هسكتش الاول اشوف الفيتشرز دي هتتعمل ازاي وخلاص، واحدد ايه انسب تكنولوجي اعملها، اللي هي اول 2 ستيبس تقريبا، اللي هو البلاننج والتكنولوجي ديسيجن والاركتكتشر، بس خلاص. وبعد كده بخش في الكود على طول. ولكن لو حاجه بروجكت كبير او انا شايف ان هو ممكن يطول معايا، ساعتها بيبقى بالنسبه لي احسن ان انا اعمل كل الليله دي واعمل يوزر ستوريز مثلا على تريلو وهكذا، بحيث ان انا اقدر اتراك البروجرس بتاعي واقدر احس باتشيفمنت ان انا ايه ده انا مثلا شغال على البروجكت ده بقى لي اسبوع او شهر، فانا ايه ده انا عملت بروجرس، الحاجات دي كلها خلصت وهكذا. فبتبقى مريحه نفسيا. طيب احمد عبد الرحمن: ايه كل مشروع وله احتياجاته سواء وقت خاص بيه او مذاكره معينه، فلو عايز اعمل مشروع اقول لنفسي انه ده وقت مناسب امتى؟ الاجابه الحقيقه صعبه على سؤال زي ده. ولكن انت ممكن هي بتيجي برضو مع الوقت ومع الممارسه وهكذا، ان انت لو انت ماشي في تراك معين وحبيت ان انت تعمل فكره ولقيت ان الفكره دي انت معاصلك فيها قوي، وبتقعد تدور اكتر ما انت بتقعد تكتب كود، او انت اكتر ما انت قاعد بتحلها، يبقى 100% في مشكله. المشكله دي ممكن تكون شورت سايتد بلاننج منك، مثلا ان انت ما قعدتش تفكر في الفكره كويس وما قعدتش تختزل منها الفيتشرز اللي انت هتعملها وازاي وهكذا. او ان مثلا انت مش متمرس كفايه في التول اللي انت شغال بيها، فانت محتاج الاول تطبق عليها شويه وبعد كده تنقل للفكره بتاعتك. انا عن نفسي لما كان الموضوع ده ماشي معايا، انا كنت لما بلاقي فكره معصلجه معايا قوي كنت بركنها شويه وببدا اقسمها جزئيه جزئيه. لو انا حاجه ضخمه مثلا او حاجه زي مثلا الكالر باليت جنريتور ده محتاجه مثلا 4 براوزر اي بي ايز زائد اللوجيك بتاعها نفسه وهكذا،
وانا بالنسبه لي وانا بتعلم لسه ده صعب. فبدات ان انا اختزل منها ان انا طيب انا محتاج الاول اتعلم الاي بي اي 1 والاي بي اي 2 والاي بي اي 3. فكل اي بي اي من دول كنت ببدا ان انا اعمل عليه بروجكت صغير بحيث ان انا افهم هو بيتعمل ازاي او بيتعاملوا معاه ازاي الخ الخ. ومع الوقت بلاقي ان انا بقيت جاهز ان انا اعمل البروجكت اللي انا كنت معاصلك فيه ده. بس في الاول والاخر لو انت مشيت في البلاننج بتاع السايد بروجكتس بتاعتك زي ما انا قلت عليه كده، اللي هو هتحدد بيربس، هتحدد تارجت اودينس، هتحدد الكور فيتشرز، هتلاقي وانت بتحدد الكور فيتشرز وازاي تعمل الكور فيتشرز دي، هتلاقي نفسك بتقدر تقيم هل انا قادر لسه ابدا في البروجكت ده ولا لسه. وفي ناس تانية بتعمل اللي هو انا بدل ما اخش في البروجكت واقول انا لازم اعمله لحد اخره، لا، في اللي بيقول لك انا همشي فيتشر فيتشر، وكل فيتشر الحاجه اللي هي محتاجاها هبدا اتعلمها وبعد كده هامبلمنتها. انا بحب الاسلوب ده عموما، ان انا يبقى عندي بروجكت كبير. لو انا ماشي مع كورس مثلا، الكورس ده اول 40 ساعه، ان انا ابقى عامل بروجكت جنب الكورس ده بطبق فيه الحاجات. تبقى فكره مثلا انا حاببها او حابب اعملها باستعمال التول اللي انا باخد لها الكورس ده. وخلال الكورس كل ما اتعلم حاجه في الكورس اقوم رايح اشوف الفيتشر اللي كانت محتاجاها وابدا اعملها. طيب بعد كده سكاوي، الأحسن العلم اللي بتتعلمه من الشغل تطبق عليه بسايد بروجكتس، ولا إنك تكون بتتعلم حاجات جديدة كليا تعمل بيها سايد بروجكتس أحسن وتتقل بيها نفسك؟ يعني هو بيفرق ما بين الحاجات اللي تتعلمها في الشغل قصاد إن أنت تتعلم حاجات تانية أصلا مختلفة بره وتطبق عليها سايد بروجكتس. مش عارف الحقيقة، يعني أنا عن نفسي بحب إن أنا، يعني على حسب الكونتكست بالنسبة لي، لو أنا الحاجة اللي في الشغل دي انا حابب ان انا اتعلمها بره الشغل او حابب ان انا ازود خبرتي فيها في الشغل عموما، هعمل بيها سايد بروجكتس بره الشغل بحيث ان انا اتعلمها اكتر وافهمها اكتر وبعد كده ابدا اخش فيها. قصاد لو انا مثلا حاليا شغال على بروجكت في الشغل او شغال على بروجكت عموما، البروجكت ده انا كل الحاجات اللي فيه انا عارفها مثلا، فساعتها مش هضطر ان انا اعمل قوي سايد بروجكتس بالنسبه لها. طبعا انت دلوقتي لو انت شغال بحاجه والحاجه دي انت مش فاهمها 100%، يفضل ان انت تحاول ان انت تعمل بيها سايد بروجكتس وهكذا بحيث ان انت تفهم الحاجات دي اكتر، او ان انت تحاول تحتك بيها اكتر في الشغل بحيث ان انت تبقى فاهمها اكتر. كل ما تفهمها اكتر كل ما يبقى الديفلوبمنت بتاعتك معاها اريح، انت بتريح نفسك قبل ما بتفكر في اي حاجه تاني. فانت لو انت شايف ان انت بتعاني مع الحاجه اللي في الشغل دي او بتاخد منك وقت طويل قوي مقارنه بباقي الناس، فانت ساعتها ممكن تفكر ان انت تمشي في سكه مش يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده في الحلقه دي مش قرآن طبعا، ومش هيبقى كله منطبق على كل الناس. في ناس ممكن تكسل، في ناس ممكن يكون عندها آراء تانية. فده عموما رأيي. لو انت شايف ان انت في الشغل الحاجة اللي انت بتستعملها دي ممكن تستعملها فيما بعد في حياتك مثلا، او انت خبرتك فيها قليله او انت بتعاني وانت شغال، ساعتها اعمل عليها سايد بروجكتس لحد ما تلاقي مستواك فيها بقى كويس وبقيت مرتاح معاها، وبعد كده شوف تشالنجز تانية. فانت عموما يعني بالنسبه لي على حسب التشالنج، لو انا شايف تشالنج قدامي التشالنج ده موجود في الشغل، فانا هشوف او هبدا ان انا ادرب نفسي ان انا احل التشالنج ده او ان انا اعدي التشالنج ده. قصاد لو انا ما عنديش تشالنجز خالص في الشغل اللي انا فيه مثلا، فانا ساعتها عايز تشالنج، فهبدا اشوف سايد بروجكتس مختلفه كليا تماما بعيده عن اللي انا بعمله، واتعلم حاجات بره. فعلى حسب. احمد اشرف، ادينا مثال من عندك بس بالتفاصيل، من ساعه ما الفكره جت ايه اللي حصل، وصل الموضوع الاخر لفين؟ طيب انا كنت عامل بروجكت من حوالي سنه تانية جامعه. البروجكت ده كان اسمه ديسكريميناتوري، المفروض ان هو كان سوشيال نتورك. الهدف منها ان هي تبقى انتي ديسكريمينيشن. كنت ساعتها بقدر ان انا اخش على يعني البروجكت ده او السوشيال نتورك دي واقول ان انا حصل معايا كذا كذا، والناس التانية كانت برضو بي الاكسبيرينس بتاعتهم اللي حصلت مع نفس المكان. حاجة زي مثلا دونت ورك ذير، بس بدل ما هي للتوظيف والشركات بس، لا ده هي للعموم البيزنسز كلها. وكانت بقى اللي هي الحاجات الاضطهاد، مش مجرد ان انا هل الشركة دي مرتبات فيها كويسة وهكذا والى اخره. فكان تكنيكال تشالنج ضخم وديزاين تشالنج ضخم بالنسبه لحد كان لسه مخلص مثلا ان هو او بالنسبه لحد عموما بيتعلم ولسه في كليه وهكذا. بس فبدات ان انا حطيت اليوزر ستوريز،
كنت ماشيها حرفيا سكرام بس مع نفسي. كنت كل يوم بشوف البروجرس بتاعي في الحاجه دي، ايه اللي عطلني ايه اللي ما عطلنيش، ايه الحاجه اللي ممكن تعمل احسن الاخ الاخ. وكنت بعمل بلاننج ان انا مثلا الاسبوعين الجايين دول انا هقعد اشتغل على كذا وكذا 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 الفيتشرز دي او اليوزر ستوريز دي. وبقعد اكتب كل شويه اليوزر ستوريز. وبس. قعدت بقى كده، فضلت شغال 3 شهور، او 3 شهور وشويه. بس في الاخر للاسف ما تعملوش ديبلويمنت، ساعتها الكوست بتاعته كانت كبيره جدا. آه، وانا اصلا ما كانش معايا 1 دولار حتى، فما كنتش هقدر افورد حاجه زي كده خالص. ولكن اتعلمت من البروجكت ده حاجات كتيره، وكنت عامل التكنولوجي ستاك بتاعته كان فيها مونجو وريدس و ال ار يو كاشنج. كانت عموما فول ستاك اب، وكانت بجراف كيو ال مش ريستفul اي بي ايز عاديه. آه، كانت مونجو بنستعمل المونجو فول تكست سيرش وهكذا. بجانب ان هي كان فيها بقى في الفرونت اند كان فيها ليله زرقاء تانية. بس يعني بروجكت كان ايفورت ضخم، وكنت بصحى وانام عليه حرفيا. بعد ما خلصت البروجكت ده، كمية الحاجات اللي انا استفدتها وكمية الحاجات اللي انا اتعلمتها كانت بجد كانت بجد ضخمة. وانا سعيد ان انا اشتغلت على بروجكت زي ده، وانا سعيد ان انا فكرت وقدرت اقوم ببروجكت زي ده. آه، ده كان من ضمن اكبر السايد بروجكتس اللي انا اشتغلت عليها. وحاليا تاني اكبر سايد بروجكت كان اللي هو او ما زال اللي هو الفاليريوم ديسكورد بوت. الاثنين اوبن سورس حاليا. وتقدروا تشوفوا الكود بتاعهم وتكونتريبيوت عليهم. ريكومند يعني ان انتوا تشوفوا فالبوت. سيبوكوا دلوقتي من ديسكريميناتوري، علشان هي كده كده هيبقى يعني كنت بعملها وانا اكسبيرينس قليله، فكان هيبقى فيها تلييس كتير وهكذا، فبلاش يعني. بلاش نقلب المواجع. بس يعني دي كانت بروجكت من ضمن البروجكتس اللي انا اشتغلت عليها، ومشيت حرفيا بالستبس اللي انا قلتها لكم دي وزياده كمان، يعني حبتين ثلاثه. بعد كده محمد صقر، ازاي بتختار السايد بروجكت اللي هتشتغل عليه بناء على ايه؟ اظن دي اتجاوبت خلاص في الحلقه. آه، بناء على النيدز اللي عندي، اللي هي اللي انا محتاج مثلا مشكله عايز لها بروجرام يحلها، او حد اعرفه عنده بروجرام عنده بروبلم عايز حلها، الخ الخ. آم، ما اظنش يعني ان في حاجه اقدر اضيفها زياده عن الحلقه اللي انا قلتها في الموضوع ده. بعد كده في سؤال. السايد بروجكتس بتعملها على اساس ايه؟ هل مثلا في بروجكتس لمجرد انك تحسن السي في وبس، ولا البروجكتس بتبقى حاجه شخصيه ليك وانت وبتكبر وبتبقى سايد بروجكت؟ آه هي عموما السايد بروجكتس هي، يعني يمكن انا ما وضحتش ده قوي في بدايه الحلقه، بس السايد بروجكتس بالنسبه لي هي اي حاجه فيها كتابه كود خارج عن الشغل. ده تعتبر سايد بروجكت بالنسبه لي. لو انا قاعد بعمل سكريبت فده سايد بروجكت صغير خالص. لو انا قاعد بعمل حاجه زي ديسكريميناتوري دي سوشيال نتورك كامله، فدي برضو حاجه خاصه بيا على جنب بره الشغل. أه بس يعني فهي دي كلها بتبقى سايد بروجكتس، ولكن بعملها لهدف ان انا احسن السي في، ولا هدف ان هي حاجه شخصيه ليك وتكبر. دي على حسب الفكره، وعلى حسب المود، وعلى حسب الديسيجنز اللي انا حابب اخدها في بروجكت زي ده. آه، مثلا في كذا بروجكت عملته، آه، كان لدواعي ان انا اتعلم وان انا اطبق وان انا يبقى عندي سايد بروجكتس ابقى فخور بيها، والبروجكتس ناس تانية تقدر تستغلها. البروجكتس دي في نهاية المطاف حاجات معمولة كويسة، وحاجات كانت تستحق ان هي تتحط في السي في بالنسبة لي، فكنت حاططها في السي في. في ناس بتعمل بروجكتس مجرد السي في بتاعها ليهم ادج على غيرهم اللي مش عامل بروجكتس مثلا، ودي حاجة كويسة. ولكن دي مش دايما اللي انا ببص عليها. يمكن في البدايه خالص طبعا دي كانت هدف من ضمن اهدافي ان انا احسن السي في واحط فيه بروجكتس. بس انا قبل ما ابص للهدف ده اصلا انا كنت بشتغل على سايد بروجكتس ليا لنفسي، علشان اطبق على الحاجه وعلشان اتعلم حاجات كومبليكيتد اكتر وهكذا. زي ما قلت لكم مثلا لما كنت بكون ماشي مع كورس كنت بعمل بروجكت على جنب. البروجكت ده كان بيبقى كبير نسبيا مقارنه بالحاجه اللي بتشرح في الكورس، بحيث ان انا اطبق الحاجه اللي بتعلمها في الكورس بكونتكست او بسكيل اكبر في البروجكت اللي انا بعمله ده. فهي مش ثابته دايما، هي على حسب اللي انا بعمله، على حسب المود، على حسب المرحله اللي انا فيها.
لو كنت سألتني السؤال ده مثلا من سنتين كان ممكن اقول لك علشان السي في. لو كنت سألتني السؤال ده من 3 سنين كنت اقول لك علشان انا حابب المجال مثلا او بعملها رفاهية. ولو بتسألني دلوقتي فانا مجرد سايد بروجكتس بالنسبة لي دلوقتي عبارة عن نيد او فكرة انا شايفها فكرة حلوة حابب ان انا اعملها مش اكتر ولا اقل. بس يعني وبكده تكون الأسئلة اللي معانا على الحلقة دي انتهت. هفكركم لو عندكم أسئلة أو اقتراحات للحلقات اللي جاية تحبوا أتكلم عن إيه تقدروا تبعتها لي في الفورم اللي في الديسكربشن بتاعت الابيسود. لو حابين تبعتوا لي مش حابين تستعملوا فورم ممكن تبعتوها لي على فيسبوك تويتر أو ديسكورد. هحط اللينك في الديسكربشن. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.